السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عارفة انها اتأخرت عليكم بس كل ده عشان بحضر لكم في المفاجآت الجديدة. ازيكم؟ يا رب يا رب يا رب تكونوا في احسن صحة وافضل حال. يلا بينا بقى كده نبدأ الفيديو. واول ما تدخلي الفيديو كده ما تنسيش صلي على النبي في الكومنتات، وكمان حطي لايك حلو من ايدك القمر كده، واكتبي تعليق حلو زيك، واتكي لايك على الفيديو علشان افتكرك بيه كده ويفضل يعني في ميزان حسناتك العمر كله. بصوا بقى النهارده احنا هنبدا الروتين كده من اوضه استاذه رؤيه. طبعا هي كل يوم بتروق اوضتها على الماشي كده من بره الباب ده اللي هو كان بيتفتح لوحده من البتاع. انا دلوقتي صلحته، يعني دلوقتي ما كنتش لسه صلحته بس دلوقتي صلحته. يلا بقى بينا كده ندخل الروتين ونشوف احنا عملنا ايه. انا شلت بقى السجاده اللي انا فرشها في اوضتها، انا فرشها لها فرش خفيف كده يا دوبك، اللي هي ماشيه اللي هي المتر في 3 متر دي، وخلاص كده. هي اساسا اوضتها مش خشب لكن مفروشه اللي هو ايه، انتوا عارفين المشمع ده، المشمع اللي هو اللون الخشبي ده، ما بيتحطش عليه ميه، ما بيتكبش عليه ميه عشان ما يعملش اي حاجه وحشه، يا دوبك بس بيتكنس كنسه، او لو عايزه تلمعي يبقى بحاجه بسيطه قوي ما فيهاش ميه اصلا خالص، يعني حاجه يبقى يعني تكون شبه ناشفه. تمام. المهم جبت بقى الفوطه دي. انتوا عارفين الفوطه دي ايه؟ الفوطه دي اللي احنا مسحنا معاها بيها الصاله في الفيديو اللي فات، هي نفس الفوطه، ما باظتش عندي ولا اي حاجه، غسلتها رجعتها زي الفل. وانتوا هتشوفي دلوقتي برضو لما هغسلها هترجع عامله ازاي. دلوقتي هغسلها معاكم في الفيديو. امتى بقى؟ قولوا لي امتى اصلح السراحه دي وارجعها زي ما كانت؟ الراجل عاملها غلط على فكره، العيب والله مش عندي، الراجل هو اللي مركب لها القوايم بتاعتها غلط، كان المفروض القوايم تتركب في الجنب. فعايزين كده نتشجع ونمسكها نفكها ونعدل القوايم ونرجع نمسمرها تاني باذن الله، هنعملها مع بعض. بس المهم بقى اليوم ده انا ما كنتش فاضيه عشان كده ما انتبهتلهاش، كان قدامي حاجات كتيره اعملها، ورحم الله امرئ عارفه قدر نفسه. يعني انا على قد ما بقدر ببقى عارفه. بس بصوا انا قرفانه من شكل الفوطه، بقول كل ده طالع من بيوتنا، اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. بعد ما كنست اهو نضفت، رجعت كمان اللي هو الاسد اللي قاعد ده مكانه. بصوا بقى انا بحب انضف الشباك ليه؟ لان الشباك ده ممكن يكون بالنسبه لاي حد مكان تافه، لكن هو بجد بجد منبع مجمع للتراب. اي شويه هوا حتى لو عايزين يدخلوا لك نضاف، لو في تراب على الشباك الهوا هيدخل لك مش نظيف. فعشان كده دايما اهتمي بالحاجات بسيطه دي، كبس النور، الشباك. ومش كل يوم، يعني انا مش بعمله كل يوم، يعني اصل الناس بتستغرب عليها تقول لك هو احنا فاضيين، هو احنا مش عارفه ايه. مش كل يوم الحاجات دي، مش هتعمليها كل يوم. ده لو في يوم انت قاعده شايفه نفسك الدنيا رايقه حواليكي وانت فاضيه وما وراكيش حاجه، مسكتي فوطه كده بلتيها ورحتي عصراها ولفيتي كده على كل الشبابيك والبيبان اللي في الشقه من غير العفش يا ستي، شبابيك وبيبان بس، هتحسي بفرق. لو مره كل شهر هتفرق، لو مره كل اسبوع هتفرق، انت وقدرتك. يعني انا مش فاهمه والله، عشان الناس اللي تقولك انت فاكره صحتك زي صحه غيرك، لا والله انا عارفه صحتي كويس قوي بس على قد ما نقدر ربنا يدينا الصحه ويجعلنا دايما واقفين على رجلينا. وانتوا عارفين دعوتي دايما يا رب اموت وانا واقفه على رجلي، يوم ما تاخد روحي يا رب بوقف على رجلي، ما تحوكش ولا اقعد ولا ارقد ابدا. فالنشاط ده حلو، نشاطي كده نفسك وشجعي نفسك. بصوا بقى لما هي كانت، هي دلوقتي في الوقت ده كانت راحت تقعد مع ريماس شويه بنت حنان في الاتيليه في الشغل، يعني عند حنان. هو قريب مننا مش بعيد يعني، فاخوها وداها وراحت بقى ايه اللي هو تتسلى بقى معاهم شويه في اجازه وكده، وراحوا يتسلوا مع بعض. فانا قلت بقى لما ترجع هتلاقي الاوضه بقى كده زي الفل، هتنبسط. يعني حبيت ان انا ابسطها كده. وانتوا عارفين ان انا عارفه ان انتوا كل شويه تقولوا انت مدلعه بنتك، دلع خليها تتدلع، ما كانتش تتدلع وانا موجوده، هتتدلع امتى؟ يا جماعه والله العظيم انا نفسي ادلعها اكتر من كده بكتير. كمان انا بعمل اللي اقدر عليه معاهم، مش عايزاهم يشوفوا اي يوم مش حلو. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ما يورينيش. المهم بقى انا في الوقت ده كنت مصبنه، بس ما صورتش بقى معاكم التصبين ولا حاجه، فكنت مصبنه وكنت مطلعه بقى الغسيل وسبته عبال ما عملت الاوضه بتاعت رؤيه، وكنت بقى محضره شويه حاجات. فقلت بقى خلاص انا هنطلع ننشر وبعدين ندخل بقى نشوف الاكل والتحضيرات اللي احنا بنعملها، رغم ان احنا كنا اخر النهار، لكن احنا اليوم ده كنا هنتغدى متاخر جدا يعني. فبصوا بقى اهو طلعت بقى انشر في الجو الجميل ده. انتوا عارفين الجو اللي هو لا نهار ولا ليل، يعني بين النهار والليل ده ميعاد الغروب، حلو قوي.
والطراوه بقى، وتقفي كده تسبحي وتذكري الله وانت واقفه، كمية تفاؤل. وبعدين استمتعي بالمنظر، مش تقولي ايه هو انا طالعه انشر، ياه ده تعب بقى وبتاع وتزهيق. وفي ناس مش بتحب التنشير. حببي نفسك في الحاجه بانك تعملي حاجه حلوه جنبها، يعني بصي للجو الحلو، شويه الطراوه، النسمه اللي بتعدي من على وشك كده وانت كويسه وجسمك سليم ومفيش حاجه بتوجعك، يا نعمه من عند ربنا، حاجه تانية والله، عيشه تانية. الحمد لله يا رب. فانا انبسطت جدا، استمتعت بقى بشويه التنشير دول، ونشرت بقى ومليت حبالي كده، وخليت بصوا الحبال مليانه والغسيل بيبرق زي ما انتم شايفين زي الفل، ما شاء الله تبارك الله. انا غسيلي الحمد لله الحمد لله حلو، مش شكرانيه والله، هو فعلا حلو. فخليته كده فله كده وريحته جميله اهو. نشرت بقى كل الغسيل اللي عندي، وبعد كده بقى هدخل. كنت بقى ايه، كنت انا مطلعه ساعتها من الفريزر، كنت مطلعه ايه يا رب، كنت مطلعه كيس ممبار يفك، وكيس فشه، وكيس كرشه. كانوا بقى دي بواقي العيد بقى اللي عندي، بواقي العيد. خلاص احنا كده خلصنا اصلا، اي لحوم مش موجوده، فدي تعتبر بواقي العيد، الحاجات بقى اللي فاضله من ايه، من العيد. فطلعت بقى كيس فشه وكيس كرشه وكيس ممبار وكيس ورق عنب، وكنت جايبه كيلو ونص بدنجان في اخر تسويقه سوقتها معاكم فاكرينها، كنت جايبه كيلو ونص بدنجان محشي، ورحت مطلعه كل ده. وبعدين بعد ما طلعتهم قلت وانا ايه اللي خلاني اعمل في روحي كده بس انبسطت بالمغامره. يعني ما تعمليش كل ده مره واحده، بس انا كنت هعمل الاكل ده اليومين، يعني يبقى كده ايه، يعني الروتين ده كان روتين يوم الخميس، يبقى كده خميس وجمعه. كان هنا صالح بيهز التليفون، كان هيوقعه لي في الشارع وهو اصلا بايظ. عايزه اقول له يا ابني اصلا التليفون ماشي معايا بالعافيه وهو ما فيش غيره، حرام عليك بس الحمد لله ادم لحقه، يعني قال لي بصي يا ماما صالح بيعمل ايه بيلعب في الستاند عشان يقع. فالمهم بقى خده ودخل يلعب معاه جوه، قلت له سهيه بس شويه لحد ما اخلص، وبعد كده ربنا ايه، يعني ربنا بيدبرها من عنده. فالمهم الاكل ده انا عملته اليومين، كان خميس وجمعه، فاحنا ما شاء الله تبارك الله كفه معانا خميس والجمعه. وفي مفاجاه في الفيديو اللي جاي، انا مش هقول لكم عليها، هسيبكم تخمنوا ايه هي، يعني انا هسيبكم كده تخمنوا يعني مع نفسكم. بس المهم بقى لو انتي وصلتي لحد دلوقتي في الفيديو ولسه ما حطيتيش لايك، انزلي بقى حطي لايك حلو قوي ومتين، لان ايه، لان ان شاء الله باذن الله الحاجات اللي انا هعملها الفتره اللي جايه في المطبخ وفي الاوضه بتاعتي وحتى كمان في اوض الولاد هتعجبك باذن الله، وهتشجعك وهتخليكي تغيري وجهه نظرك من ناحيه حاجات كتير قوي. بس المهم بقى دي الكوفرتا والحاجات اللي انا بحطها على الارض كده بشتغل عليها وكده، والولاد بتلعب عليها، بحبها نضيفه لان انا بفرش لهم حاجه يلعبوا عليها ياكلوا عليها، صالح يبهدل عليها، وبرجع المها واغسلها. ارحم عليا ما كل يوم سجاده تتغسل، يعني ارحم بكتير يعني، تمام. وبرده اي حاجه تتبهدل بغسلها برده. المهم بقى شايفين الفوطه دي اللي انا مسحت بيها ولمعت بيها، بص خليتها زي الفل ازاي اهي، رجعت بتبرق تاني. وبعد كده بقى قعدت كده وارتحت وما فضلتش واقفه، ومسكت بقى ايه البدنجان بتاعي، وبدات ان انا اجرب المقوار القمر الخطير ده. واللي هيقول لي فيه منه هنا هقول لك اشتريه، ما دام موجود هنا اشتريه، انا عمري ما جربته ولا شفته قبل كده ولا اشتريته، اول مره اجربه. وربنا يا رب يسعد قلب من اسعدني يا رب، تحفه. ده انا كنت بشيل هم تقوير البدنجان بالذات دونا عن اي حاجه. عايزه اقول لكم انه بيسهل التقوير جدا، كانك مش بتقوري، يا دوبك في اقل من ما فيش بتلاقي البدنجانه عندك اتقورت وجميله ومتساويه وشكلها شيك كده وبنت ناس وحلوه قوي قوي. هتعجبكم ان شاء الله لو انتم جبتوا المقوار ده وجربتوه، هتنبهروا كده من جماله. اللي بيقول لي بتدهري باي حاجه، انا بتبهر باي حاجه حلوه، ده نعمه من ربنا، الواحد يفرح بكل حاجه وبكل حاجه حواليه، هو فعلا انبهار. مش احسن ما الواحد كانت بايديه بتتوجع من المقوار التاني ده وتتعبه؟ ده بصوا بكل بساطه يا جماعه خلاص البدنجانه اتقورت وخلصت، فتحفه جميل منتهى الجمال. بصوا بقى بعد كده شايفين فنجان القهوه المحترم الحلو ده من القهوه الجميله العسل، تحفه. ورحت بقى قايمه حطيت ميه على النار لورق العنب عشان خاطر انزله فيها، وحطيت كمان الفشه اسلقها، حطيت ميه للفشه اسلقها، وكمان عملت بقى شوربه ماسوره، حطيت ماسوره تتسلق عشان اخد شوربتها اسقي بيها المحشي. وغسلت اهو البدنجان، وكنت مطلعه بقى الممبار يفك، ومطلعه الحاجه هي خلاص كانت بتفك يعني.
وبعد كده غسلت لكم بقى كميه رز ما شاء الله تبارك الله حلوه. يعني قد ايه رز؟ لا والله مش بعد، يعني هما يجي لهم كده 4 كيلو رز 4 كيلو 3 كيلو ونص عشان يكفي كل اللي احنا عاملينه ده. ودول 2 كيلو طماطم كنت مسبكاهم، وحطيت عليهم بقى يعني يجي ربع كيس توم، وحطيت عليهم بقى كمون وفلفل اسود وبهارات كويتي، وكمان حطيت عليهم كزبرة وجنزبيل وسماق. السماق خلى فيه طعم. على فكرة السماق ده اللي موجود ده مختلف خالص خالص عن اللي عندنا خالص، مش زي اللي عندنا خالص. اللي عندنا لونه مش لونه مش وردي كده، مش لون الورد كده، وجميل في طعمه. انت عارفين فيه مزازة كده حلوة قوي، في مزازة جميلة. المهم بقى قلبت لكم الخلطة دي كلها كده لحد ما كل حاجة اتمكست مع بعض ودخلت مع بعض، وجبت الحلة اللي هحط فيها الاول البدنجان. بدأت الاول بخضار احشيه عشان في الاخر اما احشي الممبار الرز ما يتزفرش. يعني ما ينفعش اجيب الممبار واقعد احشيه دلوقتي بالخلطة دي وبعد كده اروح حاشيه بقى مكان الممبار، مكان حشو الممبار البدنجان والورق العنب. او ممكن لو انا لازم احشي الممبار الاول لو انت عندك عزومه، لان انا كنت عامله لاهل بيتي العزومه دي، كنت عاملاها للولاد الصراحه. يعني لو عندك عزومه ممكن تاخدي حبه من الخلطه في طبق تحشي بيهم الممبار لوحدهم، ولو احتاجتي تزودي. لكن ان انت تشتغلي في خلطه محشي وتشتغلي الممبار وبعد كده تحشي بيها اي حاجه تانية ما تنفعش خالص خالص، لان الممبار حاجه من الزفاره واللحوم وكده. فالمهم اخترت البدنجان اول حاجه، واللي كنت بقى بحشيه ما كنتش بخليه، كنت برفعه على النار على طول. اي حاجه احشيها ارفعها على النار على طول. بس كانوا حبه محشي يا جماعه، يا خبر ابيض. ولا الممبار، هو طبعا الممبار بيبقى سيد الموقف، اول حاجه اتنسفت هي الممبار. وطبعا كنت عامله معاها كرشه وفشه كمونيه عشان نغمس الممبار بالكمونيه وتبقى حاجه جنب المحشي. الاكله دي كفت معايا الحمد لله يومين. يعني بصوا كفت في البيت. يعني يوم الجمعه انا ما طبختش، ما عملتش بقى اكل خلاص، كنت عملت دول يوم الخميس ويوم الجمعه ما عملتش. بصوا بقى هحشي الحله كلها كده على الواقف، بميلها كده شويه وابدا ان انا ارص فيها على المايل لحد ما تتملي كده دورين 3، وبعد كده اعدلها. انا مش عارفه انا لفيت ورحت وجيت فين، بس اكيد كنت بعمل حاجه، اكيد مش بلعب التلفات اكيد كنت بعمل حاجه وبعدين رحت لفه راجعه قاعده تاني. بس هي الكاميرا عشان سريعه انتوا يتهيأ لكم يعني ان انا يا دوبك قمت لفيت ورجعت يعني. بس المهم بقى خلصت اهو البدنجان كله، وهجيب كام قرن فلفل كده احشيهم علشان رؤية بتحب الفلفل. رؤية بتحب الفلفل المحشي جامد، فقلت هنحشي لها بقى كم، رغم ان ما كانش في الخطة يعني، فقلت برضو هحشي لها ايه. وتقولوا يا ولاد الرز معايراه. يعني انا حشيت ما شاء الله تبارك الله البدنجان والفلفل ده، وحشيت حلة ورق عنب تمام، وحشيت الممبار. الرز خلص مع اخر ممبرايه تقولوا ان انا وزناه. يعني عارفه ان دول هيحشي دول، بس دي بركه من عند ربنا، عشان ربنا عارف ان انا ما بحبش نعمته تتهدر. فبصوا بقى كده حلة المحشي تفتح النفس. دخلنا بقى بعد كده على محشي ورق العنب. جبت بقى كده ورق العنب اهو بعد ما اتسلق وراح قمر، ومسكته بقى وبدأت ان انا ايه احشيه بقى. وبصوا الورقة الصغيرة بتطلع صباع صغير، الورقة الكبيرة شوية بتطلع اطول شوية، هي وبختها يعني، هي وحظها معايا تمام. في حد قال لي على مكنة ورق العنب بس انا مش عارفة هي حلوة ولا لا، وما جربتهاش قبل كده. اللي جربها يقول لنا يا جماعة. بس فحشيت بقى ورق العنب ده كله كده على ايديا، كان حوالي كده ربع كيلو تقريبا. مرضتش اطلع كيسين، كنت مطلعه كيسين، رحت قايله لا كفايه كيس واحد لان انا عامله حاجات كتير فحرام بقى، كفايه كيس واحد وكده بس. فحشيت بقى هوت بصوا بقى ورق العنب هو مش بياخد وقت ولفه سهل على فكرة، بس مش بياخد وقت قوي. اكيد هو مش سرعة البرق يعني هتلفيه، بس برضو ما خدش وقت معايا اللهم لك الحمد، وكنت مخلصة. كنت في الوقت ده بقى رفعت البدنجان على النار يستوي. يعني انا ما قعدتش كده، لا انا حطيت شوربة على البدنجان ورحت مولعة عليه وسايباه بقى بيغلي على النار لحد ما يتشرب. هروح يعني مهدية عليه النار، وهدخل ورق العنب هو كمان على النار. يعني ورق العنب روخر بعد ما يخلص وخلاص وتمام هاخده هو كمان وارفعه على النار.
عبال بقى ما ورق العنب كمان يتشرب ويستوي يبقى تمام، اكون انا خلصت حشو الممبار. وقبل بقى ما اقعد احشي الممبار حطيت الميه بتاعته على النار بتاعه السلق، عشان عبال ما اخلص حشوه او عبال ما احشي، هو كده كده اتسلق على مرتين مش على مره واحده. فعبال ما خلصت نص كميه الممبار، لانه كان كيلو ونص ممبار، رحت رافعاها سقطتها كده تتسلق. وعبال ما درت وحشيت الباقي، كنت خلاص المحشي الكرنب عندي، محشي البدنجان عندي طاب، ومحشي ورق العنب طاب، وكمان الدور الاولاني من الممبار طاب، طلعته كده وحطيت الدور التاني وقعدت بقى احمر في الممبار. خلاص كده الاكل خلص، وانا كده كده كنت محضره الكمونيه ومخلصاها وكل حاجه تمام. فبصوا بقى ترتيب الافكار ده بيساعد والله ست البيت. لو انت فكرتي في الموضوع ده اللي انا بقولك عليه، انك ترتبي الافكار اللي انت بتشتغلي عليها، باذن الله هتعجبك خالص. بصوا بقى اهو كمان الممبار بتاعي اتحشى اهو، راح زي الفل. باخد بقى كده وبرفع على طول ايه على النار، وهو اتسلق عندي وبقى زي الفل. وكمان ورق العنب عندي طاب اهو، حطيت عليه كمان ليمون، وكمان المحشي طاب معايا اهو بقى زي العسل. وحمرت كمان اهو الممبار، بصوا اتحمر معايا وبقى بصوا لونه كده حكاية وطعمه حكايتين. خلصت بقى كده وغرفت بقى الاكل كده، غرفت كله اهو وهو محطوط على الطبلية. وحمرت بصوا الممبار وطعمه تحفة. بس وادي ورق العنب اهو، وكمان الكمونية اهيت، وكمان الفلفل اهو. ومع الف سلامة ونتقابل في فيديو جديد.